السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد، واسفة على التأخير والله. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العشرة ذو الحجة وكده، والعيد داخل علينا، العيد الكبير، عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل أيامكم كلها عيد في عيد، ويجعل أيامكم خير وبركة زي الأيام اللي احنا فيها دي. بصوا بقى، انا هعمل غدا النهارده. هو الفيديو ده يوم الجمعه، فغدا يوم الجمعه معروف سمك، تمام. فقلت اعمل لهم كده حاجه حلوه. كان عندي كيس بسبوسه مشترياه يعني، تمام. بس هعمل بقى حاجه حلوه يعني كده وسهله. البسبوسه يعني مش بتاخد وقت، وغير كده كمان يعني ناجحه 100%. يعني اللي مش بيعرف يعمل حلويات هيعمل البسبوسه هتطلع ناجحه معاه. تمام. معايا الكيس بتاع البسبوسه ده، تمام. عليه كوباية سمنة وكوباية قشطة، تمام. كوباية قشطة بوك، اللي هي زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، تمام. بصوا، ما عندكوش قشطة ممكن زبادي، تمام. يعني ممكن تتعمل عادي بالزبادي، مفيش مشكلة. هنا بيكنج باودر، هحط رشة بسيطة من البيكنج باودر. انا مش عايزاها عالية قوي، انا عايزاها زي اللي هي بتاعت بره. فزي ما انتم شايفين كده، السميد بتاع البسبوسة اللي هو الخشن شوية، مش الناعم قوي، يعني هتطلع معاكم مرملة كده وحلوة زي بتاعت بره. فاهمين ازاي؟ بس هقلبهم كده تقليبة، وهنزل بعلبة القشطة كاملة، تمام. البسبوسة ما بتتعجنش، يعني بتتقلب تقليبة بسيطة كده، مش بتتعجن، فاهمين؟ بس اسهل حاجة ممكن تعمليها الحلويات الشرقية والله، يعني اذا كان هريسة، بسبوسة. ان شاء الله بقى اعمل لكم الهريسة، انا عملتها قبل كده على القناة. آه بس فيديو قديم، يعني اول ما فتحت القناة كنت عاملة البسبوسة وعملت الهريسة، سوري. وعملت الحجازية، وعملت بقى كنافة وقطايف، كل الكلام الحلو ده، تمام. هنا بقى هعاير بنفس الكوباية بتاعت البسبوسة، سوري، القشطة، سمنة، تمام. اهو سهله خالص، مكوناتها مش معقده خالص، تمام. هنزل برضو انا حبيت ان انا اعملها لكم، ما اجيبش كوبايه خارجيه عشان خاطر ما تختلفوش يعني. حتى بكوبايه الزبادي بتعايري بنفس الكوبايه الزبادي. فاهمين؟ بس كده. اهو انا قلت اعمل البسبوسه الاول، لان البسبوسه مش بتتاكل سخنه، لازم تبرد عشان تاكليها سخنه. و بتاخد يعني مش شرط تتاكل سخنه. بس فهنزل اهو كده بالكمية، وهقلبها، هقلب بس، مش هدعكها ومش هستعمل ايدي، يعني هقلبها بس كده. هي هتخش في بعض، هتتجانس مع بعض، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بقلبها عادي خالص، مش بعجنها، تمام. عشان ما تعجنوهاش، هي مش عيش او تزودي ميه او شي، لا، ما تزوديش اي حاجه. هي مش ممكن لو محتاجة مثلا تتزود مثلا المكونات، لسه ما يعني المكونات قليلة او جافة، الدقيق السميد جاف مفهوش، مش متغلف كويس بالسمنة، ممكن تحطي بس شوية لبن صغيرين، ما تكتريش يعني، تمام. ولو حابة تحطي فيها جوز هند براحتك، انا جايباه ساده لان احنا مش بنحب المكسرات عليها ولا الجوز الهند جواها، فاهمين قصدي؟ فعشان كده انا عاملاها ساده خالص، احنا عايزين بسبوسه ساده، ما فيهاش اي ولا بالقشطه ولا اي حاجه، فاهمين؟ بس كل واحد طبعا حسب ما بيحب، وحسب ما هو بيرتاح، يعني الاكل اذواق. بس كده انا مش محتاجه حاجه خالص اهي. مش محتاجه ولا سمنه ولا حليب ولا اي حاجه هحطها عليه، تمام. هنا خلصت اهو، زي ما انتوا شايفين كده، انا ما قلبتش كتير، يعني تقريبا دقيقه بس عشان ادخل المكونات في بعض، زي ما انتوا ما شايفين كده. ومعايا صينيه هدهنها بس سمنه من تحت، وهنزلها، فاهمين؟ بس هنزل البسبوسه، تمام كده بقى. هنزلها خلاص زي ما انتم شايفين كده في الصينيه، طبعا دهنتها سمنه، ممكن تحطي فيها زيت براحتك، تمام. وهفردها، هي طريه مش محتاجه ولا سمنه ولا اي حاجه، وهوريها لكم برضو هتطلع عامله ازاي. هنا بقى هبططها كده، بس هبططها بايدي بعد كده، لان انا عايزاها سوا واحد في الصينيه، تمام. انا بس بفردها كده عشان يكونوا كله متساوي، يعني في ما تبقاش في مكان واحد اعلى من واحد، فهشتغل بايدي. الايد دايما بتوزن يعني بتوزن الحاجه، يعني فاهمين؟
شغل الايد بفضل شغل الايد اكتر من الكلوفز، يعني ان انا البس كلوفز. بصوا انا كده عملتها بايدي زي ما انتم ما شايفين، وغسلت ايدي عادي خالص. بصوا السمنه فيها عامله ازاي، يعني هي مش محتاجه سمنه تمام ولا اي حاجه خالص، يعني هي الحمد لله كده. هدخلها بقى الفرن وهعمل السيرم. كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، او كوبايه ونص سكر لو عايزه السيرم تقيل، بس انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف تمام. فكوبايه وكوبايه. هنا خرجت من الفرن ما قعدتش تقريبا نص ساعه، وطفيت النار عليها من تحت وولعت الشوايه. بس عايزاها انا هي يعني عايزاها حمرا كده، هي افتح من كده من الكاميرا. نزلت بقى بالسيرم عليها كله زي ما انتم ما شايفين كده، وهو سخن وهي سخنه تمام. هسيبها بقى بره تستهدى شويه، طبعا مش هينفع ادخلها التلاجة وهي سخنه قوي كده تمام، فبسيبها تهدى شويه بره وبعدين هدخلها التلاجة. انا بقى استعجلت عليها وقطعتها، بس طلعت هوريها لكم فاهمين. بس كده كمل بقيه السيرم بتاعها هي بتشربه كله تمام. هسيبها بس تهدى بره شويه، عشان غلط على التلاجة ان انا احط حاجه سخنه قوي في التلاجة تمام. هبتدي بقى هنا اعمل ايه. دي عندي رده او نخاله، هنا في يعني في السعوديه يعني، او دول الخليج بيقولوا عليها نخاله تمام. دي بنعمل بيها، ورده عندنا في مصر بنقولوا بنسموها رده في مصر تمام. بنشوي بيها السمك الشوي او الكبده سوري تمام. فطبعا المصريين عارفين يعني، بس انا بفسر للناس اللي هي مش عارفه تمام. مش بشوي السمك في البيت زي ما انتم ما شايفين كده. انا ما بعملش اكل كتير، انا عملت سمكتين بس كده وخلصت اسهل حاجه. وعندي الجريلا دي بشوي عليها السمك، وبشوي عليها اللحمه، وبشوي عليها الفراخ، بشوي عليها كل حاجه. عايزه اقول لكم نفعاني جدا جدا جدا. طبعا انا بغسلها في فرشه كده بغسلها، تنظيفها سهل يعني مش صعب تمام. هنعمل هنا التحديقه بتاعه السمك الشوي وجمبري تمام. معايا جزرايه هفرمها، قرن فلفل حار او وثوم وشويه ملح وبس كده. ما حطيتش عليها كمون عشان خاطر انا هاخد منها. انا قليت بدنجان وفلفل كده جنب الاكل تمام. هاخد معلقه كده احطها في طبق وهحط عليها شويه خل، وهتبقى تاكلي احلى طبق بدنجان مخلل وفلفل بالخل والثوم. هتدعيلي عليه والله. عايزه اقول لكم طعمه روعه، انا بعمله حلو قوي يعني، مكوناته بسيطه وسهله يعني تمام. جنب الاكل كده، وممكن يتاكل مش شرط جنب السمك، يعني ممكن يتاكل جنب عجه، جنب فول، جنب فلافل او طعميه يعني براحتك، جبنه قديمه، يعني الاكل اللي هو الشعبي بتاعنا ده بيبقى حلو قوي تمام. بصوا انا مش عامله كميه كبيره يعني، هو طبق جنب الاكل كده يعني يحبش الدنيا فاهمين. وعامله طبعا سلطه خضراء جنب الاكل، لاني عامله رز بالعدس. والرز بالعدس اللي هو احنا كاسكندرانيه بناكلوه جنب الرز جنب السمك المشوي اللي بالرده. في ناس بتاكل السمك الشوي طبعا اللي في القاهره واللي في السويس والبورسعيديه وكده بياكلوا رز ابيض، احنا بناكله رز بالعدس الاصفر تمام. بنحط كوبايه رز مثلا، هتحطي عليها نص كوبايه عدس اصفر. هنا معايا جمبري غسلاه كويس، هديله برضو تتبيله من التتبيله اللي انا متبلاها يعني الثوم والجزرايه. وعايزه اقول لكم الجزر بيدي طعم حلو قوي ومفيد. ده عصير ليمون يعني بديل الليمون، بس بيدي طعم حلو ويضيع برضو زفارة اي سمك او اي حاجة تانية فاهمين. بصي تتبيله السمك حسب ما انتي بتحبي تتبلي السمك. انا بتبل بعمل للتتبيله بتاعه السمك الشوي ببشر جزرايه يعني زي ما انتم شايفينها كده، حطيتها في الكبه، فلفل توم وشويه كمون وشطه وملح تمام. في ناس انا حطيت ملح بس عشان انا هاخد للجمبري في التتبيله، وهاخد للبدنجان، وانا ما بعملش البدنجان بكمون فاهمين. بس هنا نزلت بالجمبري اللي انا بشويه على النار كده، من ساعه ما بزودلوش ميه ولا اي حاجه، هو بيشوي بس بياخد لون مع التتبيله وخلاص على كده. بس انا كنت حابه احط له شويه ميه يعني كشوربه فاهمين، يعني بدل ما اعمله في الحله مسلوق، لا انا حطيت له بس بعد ما تشوح حطيت له شويه ميه، عشان هما بيبقوا حابين يشربوا الميه وتكون
يشربوها بالمعلقه، وتكون تقيله شويه يعني مش شوربه خفيفه. بس كده خلصنا الجمبري، والسمك كمان خلص. طلعته بقى كده هطلعه من على النار زي ما انتم ما شايفين. عارفه سوري السمك الشوي في البيت طعم بطريقه مش طبيعيه. انا بعمله في البيت حلو، ما بيدخنش الدنيا، ولو هيدخن الدنيا معاكي انا بشغل الشفاط والتكييف وكله عشان خاطر الدنيا ما تبقاش مدخنه، وببخر عادي خالص، لان انا بشويش كميه كبيره، بشوي بس على قدنا يعني. هما سمكتين حلوين وسط كبار، مش صغيرين، فبعمل على القد يعني. طبعا لو هتعملي كميه ممكن تحطيها في الفرن عشان ما تدخنش معاكي، تحطيها في الفرن. بس انا مش اول مره اعمله يعني، بعمله كتير وعجبهم هنا في البيت جوزي والولاد يعني، طعمه احلى كان يعني من بره وانضف يعني، فاهمين؟ بس كده. هنا بنزل بقى طبعا بزود بقى ملح، بزود كمون، بظبط الدنيا. ما تخافيش، اهم حاجه زودي الميه خالص. هي انا كده كده ما بقعدوش كتير في الميه، يا دوبك دقيقتين. هسيبه بس في الميه زي ما انا بقولك كده دقيقتين، وهطلعه خلاص. تمام، بس كده خلصنا. والجمبري كمان خلاص، اديت له نص كوبايه ميه، وطفيت النار عليه، نص كوبايه ميه مغليه بس، ما استخدمتش اي حاجه تانية. هنا خلاص كده اهو الجمبري زي ما انتم شايفين. وطبعا عملت البسبوسه وكانت بردت ودخلتها التلاجة. تمام، وعملت كمان الرز، وعملت السلطه، وعملت طبق بدنجان. وعايزه اقول لكم كان الغداء حلو جدا وطعمه جميل قوي قوي. بصوا ده الرز بالعدس، زي ما انا قلت لكم، كوبايه رز عليها نص كوبايه عدس، وبشوحهم عادي على النار خالص بشويه زيت وشويه ملح، وبنزل الميه عليهم عادي حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. وده كان الغداء بتاعنا بتاع يوم الجمعه. يوم الجمعه معروف سمك مقدس يعني عندنا وكده. عادي ممكن بنغير يعني، اوقات معينه بنغير واوقات، بس هو معظم الوقت سمك. تمام. بس هي البسبوسه بقى هنا ما كانتش لسه دخلتها التلاجة، فانا كنت عايزه اشوف طعمها يعني. فحاولت اطلعها، لقيت هي دايبه، فرولت، كانت عايزه تمسك شويه. هوريها لكم برضو بعد ما مسكت، بس انا بوريها لكم. بصوا مفروله ازاي، وطعمها كان رائع. تمام. بصوا اهي انا طلعتها بالمعلقه، بس هدخلها بقى التلاجة تمسك شويه. وبعدين بقى بالليل كده قاعدين كده عايزين ناكل حاجه حلوه مع كوبايه شاي بعد السمك. اهي طالعه بالقطع زي ما هي. عايزه اقول لكم كانت رهيبه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. باي باي في فيديو جديد.